يوم 12 أكتوبر سنة 1992 يوم ما يتنسيش في تاريخ مصر كلها. الساعة 3:09 العصر ضرب مصر زلزال بقوة 5.9 ريختر، واحد من أقوى الزلازل وأكثرها تدميرا في تاريخ مصر. الزلزال استمر 60 ثانية، لكن وراه دمار رهيب في القاهرة والجيزة. بس اللي عاش زلزال مصر 92 مش ممكن أبدا ينسى قصة أكثم اللي فضل تحت أنقاض العمارة اللي كان ساكن فيها لمدة 82 ساعة، يعني حوالي 3 أيام ونص تحت الأنقاض، تحت عمود خرساني هو اللي أنقذ حياته. أكثم سليمان كان خريج كلية الزراعة وعنده مكتب سياحي في مصر الجديدة. كان مسافر إيطاليا واتجوز هناك ورجع اشترى شقة في برج جديد، برج مكون من 15 دور، وكان فيه حوالي 41 شقة في منطقة هليوبلس. يوم الزلزال مات 130 ساكن في البرج، وما فضلش عايش إلا 4 منهم أكثم. يومها أكثم كان بيتغدى مع أمه وبنته سميرة اللي كان عمرها 3 سنين وزوجته الإيطالية. فجأة اتهز البيت بيهم بطريقة مش طبيعية والعمارة بدأت تقع. أكثم نزل هو ومراته وبنته وأمه تحت ترابيزة السفرة، وبدأت الحيطان تتشقق والسقف يقع قدام عينيهم لحد ما وقعوا تحت الأنقاض في ثواني. بعد ما العمارة انهارت تماما أكثم أغمى عليه، ولما استعاد وعيه ما كانش شامم غير ريحة التراب ومش شايف أي حاجة من الضلمة اللي حواليه. كان واقع تحت عمود خرساني، لو انهار كان هيموت فورا. كان سامع أصوات صريخ جيرانه والناس اللي كانت بتموت وبتصارع الحياة تحت الأنقاض. أكثم حكى إن في أصوات سكتت بعد فترة وعرف إن جيرانه مات معظمهم. لما نادى على أمه ومراته اكتشف إنهم موجودين وكان سامع صوتهم بس مش شايفهم. فضل يحاول يكلمهم ويصبرهم، وصوتهم كان بيروح ويرجع بسبب الإعياء وفقدان الوعي والإصابات. وفهم إنهم محشورين تحت الأنقاض وفوقهم حجارة. الوحيدة اللي كان قادر يوصل لها بإيده ويمسك إيديها كانت بنته سميرة، لأنها كانت جنبه وقت انهيار العمارة. بدأت بنته تبكي من الجوع والعطش وتقول له يا ريتني شربت بعد ما خلصت الأكل يا بابا. أكثم كان بيبكي ويصبرهم إن أكيد حد هينقذهم. كان سامع أصوات صريخ الناس بره والبلدوزر بس هم مش سامعينه، لحد ما العطش والجوع استبدوا بيهم. أول حد فارق الحياة كانت أمه اللي صوتها سكت تماما وسط صريخ وعياط أكثم لما نادى عليها وما ردتش كذا مرة. بعد كده أكثم طلب من مراته تشرب البول بتاعها. مراته حاولت لكن ما قدرتش هي وبنته، لكن هو شرب البول. كان بيقطع جزء من جلابيته ويبله بالبول ويقربه من بقه، لدرجة إن لما خرجوه كان شبه عريان بسبب تقطيع جلابيته، وحاول ما يرجعش رغم شدة إحساسه بالقرف عشان يعيش. بعد شوية فرقت بنته الحياة، وآخر كلامها عطشانة قوي يا بابا. بعدها جالها حمى وارتفعت حرارتها وبدأت تهذي وسكت صوتها وإيديها تلجت. عرف أكثم إنها فرقت الحياة وقال لمراته اللي ما كانش شايفها إن بنتهم ماتت. مرات أكثم فضلت تبكي وتصرخ، وبعد شوية حست باختناق شديد، وبعد دقايق سكت صوتها وفرقت الحياة ورا بنتها. أكثم فضل لوحده يصارع الموت، لكن في اليوم الرابع استسلم. ما كانش قادر يتحمل ريحة التراب والجثث لحد ما شاف فتحة نور صغيرة من حفر البلدوزر بره. فضل ينده ويصرخ لحد ما شافوه وخرجوه في معجزة بشرية إنه قدر يفضل عايش. في المستشفى الممرضات قالوا إن أكثم كان عنده صدمة وكان بيقول كلام مش مفهوم خالص لمدة 3 أيام، وكان بيعاني من جفاف شديد وكسر في مشط الرجل، لكن العمود الخرساني والبول اللي شربه كانوا سبب نجاته. عمل عملية في رجله اللي كانت مصابة من أثر الحادثة وبعدها تعافى. أكثم دلوقتي في 60 من عمره، ساب كل حاجة واشترى أرض من فلوس التعويضات واتجوز مرة تانية وخلف ولد و3 بنات. عاش بعيد عن الناس وقفل حياته على نفسه ورفض يسافر بره مصر، وفضل يهرب من الإعلام والصحافة وعاش بعيد عن القاهرة. وفضل يهرب من الإعلام والصحافة ويبعد عن القاهرة. ده اللي قاله الصحفي في موقع إخباري لما قدر يوصل له بعد فترة. قال له إنه ممتن جدا لمعجزة ربنا معاه، وهو نفسه مش مصدق إنه لسه عايش. لكن أكثم قال إنه ولا لحظة واحدة نسي اللي حصل، وإن صوت بنته سميرة عمره ما فرقه، ومش قادر ينسى إنها ماتت عطشانة. الأرض بتاعة العمارة موجودة لحد دلوقتي ومعروفة في مصر الجديدة باسم عمارة أكثم، لكن زي ما هي محدش بنى مكانها حاجة ولا سكن فيها. السكان هناك بيقولوا مين يقدر يعيش على أرض ريحتها كلها موت. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لأن ده أكبر دعم لينا، واستنونا في القصة اللي جاية. سلام.